اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض بانكيك بطريقه سهله جدا وبمقادير ومكونات بسيطه. لو انتوا بقى محتارين تفطروا ايه، اعملوا بقى وصفه البانكيك، هتديكم طاقه وفي نفس الوقت كمان محسوبه السعرات وسعراتها كمان منخفضه جدا. وصفه صحيه وسريعه بدون سكر وكمان خاليه من الجلوتين. هتطلع معاكم خفيفه جدا وفلافي، من احلى وصفات البانكيك اللي هتجربوها ومقاديرها بسيطه جدا. بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية للاستفادة الكاملة، وياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو لو الفيديو عجبكم. يلا بينا على الوصفة وطريقة التحضير. اول حاجة معايا في المكونات هي التمر. معايا عدد 4 تمرات، هشيل النوى وهضيف عليهم ربع كوباية من الحليب الساخن. لو عندكم حساسية ألبان تقدروا تضيفوا بدل الحليب تضيفوا ربع كوباية دي تكون مية. هسيبهم بقى في الحليب الساخن كده لمدة 10 دقايق لحد كده ما يبدأوا يبوشوا شوية. وبعد كده بقى معايا نص كوباية من الشوفان، ده كامل الحبة. هبدأ كده ان انا احمصه تحميصة خفيفة وهطحنه. تقدروا بقى تجيبوه مغلف او من عند العطار، بيكون كده كامل الحبة بالشكل ده. انا بحب ان انا قبل ما اطحنه احب كده احطه على النار شوية كده يبدأ بس يسخن، وبعد كده اطحنه على طول وهو سخن. بعد بقى ما طحنته مهم جدا ان احنا ندخله عشان يطلع معاكم ناجح. في وصفات معينة بتحتاج الشوفان بالنخالة بتاعته، انما انا في الوصفة دي محتاجاه بدون النخالة خالص علشان يطلع معاكم خفيف وهش، فما تنسوش تعملوا الخطوة دي. تقريبا طلعت معايا معلقة كبيرة من النخالة دي، كده النخالة اللي طلعت معايا من نص كوباية من الشوفان. تحديدا في وصفة البانكيك مهم جدا يكون دي الشوفان يكون ناعم كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى نص كوباية دقيق الشوفان هنحط عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبعد كده هضيف عليها حوالي ربع معلقة صغيرة من القرفة، ودي طبعا اختياري بس انا حبيت ان انا اضيف قرفة، فانتوا لو مش بتحبوها ممكن ما تضيفوهاش خالص. هنقلب بقى المواد الجافة مع بعض كويس جدا. وبعد كده بقى هنرجع للتمر. الخطوة ان انا انقعه في الحليب مهمة جدا عشان بتخلي معايا التمر طري. بعد بقى ما حضرت كل حاجة في الوصفة هضيف عدد 1 بيضة يكون حجمها كبير شوية، وبعد كده هنخفقها كويس مع بعض كده زي ما انتوا شايفين لحد كده ما تدينا لون فاتح ويكون فيها رغوة كده من فوق او فوم. بعد كده بقى هضيف عليها الحليب والتمر، وطبعا بيكون عدى 10 دقايق فبيكون الحليب برد هضيفه، وطبعا بيكون كمان التمر بيكون بقى طري. هنخفقهم بقى مع بعض كويس جدا. ودي كده المواد السائله اللي معايا في الوصفه، محتاجناش ولا نضيف ولا زبده ولا زيت ولا اي حاجه. وصفه خفيفه وبتتحضر كمان بسرعه جدا. بعد بقى ما هرست كده كل المكونات مع بعض، وهيبقى فيه كده قطع بسيطه من التمر، وانا حابه انها تكون باينه معايا في البانكيك، مش حابه ان انا اهرسها خالص، يعني قطع بسيطه جدا. ده هنا بقى القوام قبل ما اضيف الشوفان. هنضيف بعد كده بقى نص كوباية الشوفان المطحون. شايفين بقى شكل الشوفان بعد ما نخناه بقى عامل ازاي، بقى ناعم جدا وده المطلوب. هنقلب المعلقة ونحاول نقلب واحدة واحدة عشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه في الاول. لو مضرب يدوي يكون افضل طبعا من المعلقة، بس طبعا عشان الكمية صغيرة معايا فبدأت كده ان انا اقلبه بالراحة وانا مسرعة الفيديو، بس انا في الحقيقة كنت بقلبه واحدة واحدة. خلوا بالكم الشوفان من الحاجات اللي بتشرب السوائل، فالقوام بتاعه بيبدأ يتقل كده زي ما انتوا شايفين. فالمقادير مظبوطة جدا، ما تحاولوش تزودوا او تنقصوا، ممكن تضاعفوا الكمية زي ما تحبوا بس تبقى المقادير موحدة في كل الكمية عموما. وبعد كده بقى معايا طاسة غير لاصقة، هنبدأ كده نحط على الطاسة زيت ونبدأ كده نمسحه بالمنديل، زيت خفيف جدا. قبل ما اضيف البانكيك بحب كده اعمل واحدة ميني صغيرة كده عشان اشوف التسوية بتاعته. وبعد كده نبدأ بقى ننزل بالحجم اللي انا هعمله. انا ضفت حوالي 3 معالق في المرة الواحدة، وطبعا بنسويه على نار متوسطة في الاول، وبعد كده بنبدأ نهدي عليه عشان ما يتلسعش معاكم ويلون بسرعة. وهنا كان خلاص بدأ كده يعني الفقاعات اللي من فوق تبدأ تظهر. هنبدأ بعد كده نقلبه ويدينا الشكل ده، وهوريكم برضو واحدة كمان. هنبدأ نحط كده 3 معالق في القطعة الواحدة. ده معيار انا عملته عشان ابدأ اطلعهم متقاربين من بعض في الحجم، وهوريكم دلوقتي وانا بقلبها تبقى عاملة ازاي. انا اول واحدة ملحقتش اصورها، التانية بقى بدأت ان انا اعملها بكل التفاصيل. شايفين عملت ازاي واخدت اللون معايا الحلو ده. خلوا بالكم ان البانكيك اللي بيتعمل بالتمر بيلون بسرعة، فمهم جدا النار ما تكونش عالية قوي. اهم حاجة التسوية في البانكيك ما تكونش الطاسة سخنة جدا وما تكونش برضو باردة، تكون على الوسط. وهنا بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا عملت 3 قطع، قطعتين متوسطين واخر واحدة كانت كبيرة شوية لان خدت كل الكمية اللي معايا كانت في الطبق وطلعوا معايا بالشكل ده.
عايزه اقول لكم انتوا مش محتاجين تضيفوا عسل خالص، بجد مظبوط جدا، مش محتاج نضيف له اي حاجه، الطعم بتاع السكر فيه مظبوط ومعتدل. هبدا كده اقطعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهوريكم بقى قد ايه هش من جوه ومش مكتوم خالص، بجد طعمه مظبوط جدا. انتوا شايفين كمان وانا بقطعه هش جدا، شايفين بقى القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا بقى القوام بعد ما قطعتها قوامه هش جدا وطالعه كده اسفنجيه وخفيفه جدا، وقطع تمر بسيطه جدا. انا كنت حابه ان انا اعمله كده بقطع تمر بسيطه، وكمان السعرات بتاعته منخفضه جدا. الكميه دي كلها فيها حوالي 300 سعر، يعني تقريبا القطعه الواحده 100 سعر، فده كويس جدا. وجبه متكامله كمان بتدينا طاقه ومشبعه جدا. انا بقى هقطع لكم كده واحده بقى بايديا مش بالسكينه عشان اوريكم قد ايه اسفنجيه وخفيفه جدا، وقطع التمر كده باينه جواها. عايزه اقول لكم بجد وصفه تستحق التجربه. وهنا وصلنا مع بعض لاخر جزء في الفيديو. لو وصلتوا معايا هنا للجزء ده انا بشكركم جدا ان انتوا بتسمعوني للاخر، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه لو لسه مشتركتوش، وما تنسوش اللايك للفيديو لانه مهم جدا، بيدعمني وبيشجعني جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.